السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في قصة جديدة. الدنيا بحال الروحة، مرة طايحة مرة طالعة، وكل واحد عنده قصته اللي كتعلمنا شي حاجة. حكايتنا اليوم ماشي غير حكاية، راه فيها عبرة وحكمة. قصة ناس دازو من طريق واعرة، دازو من مواقف عمرهم توقعوا يدوزو منها، لكن الحياة هي هادي، كتعطي وكتاخد وكتوريك الوجه الاخر ديال القدر. يلا معايا باش نسمعوا حكاية يوسف وعادل. كان يوسف وعادل صحاب من ايام الطفولة، وديما مع بعضياتهم في الفرح وفي القرح. يوسف كان شاب طموح، كيخدم في مشروع صغير ديال العقارات، كان كيعتمد على نفسه في كل شيء، وكان ديما كيحلم يبني مستقبله بالحلال. اما عادل كان ديما كيبان عليه عايش الحياة بالطول وبالعرض، طوموبيل واعرة، كسوة غالية، كلام كيقطر بالعسل. لكن يوسف كان مرة يجيه الشك في عادل، لكن كان يلعن الشيطان وكان يقول مجرد وساوس، حيث كان عادل بالنسبة ليه أكثر من صديق، كان بحال الأخ وكتر. وديما كان يقول ليه رب أخ لم تلده لك أمك. كانوا عايشين عادي، يتلاقاو ويضحكوا، ينشطوا ويفرحوا، مرة في دار يوسف ومرة في دار عادل. حتى لواحد النهار جات ليوسف فرصة العمر، أرض كبيرة بعيدة شوية عن المدينة وقريب تدخل في المجال الحضاري. كانت بالنسبة ليه فرصة ذهبية ما خاصهاش تضيع منه. بدا يبيع كل حاجة سوية عنده ويجمع، ولكن بقى محتاج شوية الفلوس، وطبعا غادي يفكر في أقرب شخص ليه، اللي بطبيعة الحال حتى نتوما عرفتوه. وقال مع راسو أنا ديما كنت كنوقف مع عادل، مستحيل يردها في وجهي، غادي نطلب منه يكمل لي الفلوس اللي باقي. امشى عنده بكل حماس وقال له عادل خويا، هذه فرصة ديالي باش نغير حياتي، خاصني الدعم ديالك في شوية الفلوس، هاد البيعة وشرية مهمة بزاف وغادي نرجع لك فلوسك في أقرب وقت. عادل سكت شوية وهو يقول له مرحبا صاحبي، أنا ديما معك، غادي نهضر مع المحامي ديالي باش ندير الأمور كلها قانونية. يوسف ما كان عنده حتى مشكل، حيت كانت عنده ثقة كبيرة في عادل، كان يفكر غير في المشروع ديالو وكيفاش غادي يغير ليه حياته ويبني مستقبله حلالا طيبا. لكن بعد يومين على الاتفاق يوسف بقى يتسنى عادل يتصل به، لكن والو، وحتى المكالمات ديالو ما كانش يرد عليهم. بدا الشك يدخل في قلبه، لكن كان يكذب راسو ويقول الغايب حجته. دازت 3 أيام و5 أيام، داز أسبوع ولا مكالمة ولا تفسير. يوسف قرر يمشي عنده للمكتب باش يعرف شنو واقع. أدخل عنده باش يسمع جواب مقنع، لكن عادل كان يتهرب من الجواب وقال له راه غير بانو عندي شي مشاكل غادي غير نحلها في أقرب وقت. لكن يوسف حس بشي حاجة ماشي هي هذيك، خرج ومشى للقهوة، جالس كيفكر وكيشرب في قهوة كحلة، حتى دخل واحد الشاب وجا كيقول ليه واش يوسف؟ والله لا يوسف. يوسف شاف فيه وعرفو ناض عنقو وتسالمو، كي داير اخويا؟ كي داير خالد؟ لاباس عليك؟ صحتك مزيان؟ والله لا خويا الدنيا صغيره، فين غبرت علينا وتقطعت اخبارك؟ خالد قال ليه راني كنت حركت لاوروبا، ومع الغربه مشاو لي التليفونات ديالكم انت وعادل، ولكن صاحبي بقيتو دايما في بالي، 10 سنين وسبحان الله يلا راني دخلت للبلاد وراني ناوي نقلب عليكم، والله حتى نقلب عليكم قنت بقنت حتى نلقاكم، وسبحان الله جيت معاك انت الاول. ايوا صاحبي الدنيا صغيره، الحمد لله على سلامتك. واش قديت بعد الوريقات؟ ايه قديت كل شيء الحمد لله، وخدام مزيان. انت اش دارت وعادل فين هو؟ لاباس؟ انا سكت يوسف شويه وقال ليه لا باس. او خويا مالك مهموم؟ راني منين دخلت للقهوه شتك حاضر راسك وكتفكر وهز العام، مالك؟ ايه واش غادي نقول لك اخويا، انت راك بحال خويا وما دوزناش قليل، حنا بثلاثه، راه كان موس واحد يذبحنا غير فرقتنا الدنيا بنت الكلب. انا دابا واقف على مشروع حياتي، مشروع حياتي بمعنى الكلمه، وانا كنفكر في حياتي كامله وكنتمناه. دابا هذا هو بين يدي، ولكن غيضيع. غيضيع؟ علاش صاحبي غيضيع؟ شنو المشكل؟ المشكل هي الفلوس، بعد كل ما يسوى الثمن، ولكن باقي خاصني شويه. وقفت على عادل
لكن قال لي عنده شي مشاكل في الوراق. واش دخل الوراق في الفلوس؟ هادشي اللي كنفكر فيه ملي خرجت من عنده. ايوا صاحبي صافي هذا وكان انا نوقف معك. من غدا يلا عند السيد يسلم لك الارض ونسلموا ليه الفلوس، ما بيناتناش غير الفلوس اخويا. اللي خاصك انا نكملوا ليك، راه كنعرفك مزيان، رجوله صاحبي منذ الطفوله. يوسف تخلطوا عليه المشاعر، ما عرف يضحك ولا يبكي. شكر بزاف صاحبي وتبادلوا التليفونات. اتفقوا يتلاقاو غدا مع الصباح. يوسف مشى طاير بالفرحه وتواصل مع السيد مول الارض باش يعلموا على قبل غدا، ولكن كانت الصدمه. اسمح لي، فاش ما رديتش عليا راه بعتها. يوسف بحال خوا عليه السطل ديال المصايب، قطع التليفون بلا ما يقول ليه والو. جلس في الارض وبقى ساهي واتصل بخالد وقال ليه صافي خويا شكرا بزاف على وقفتك معايا، ولكن ما كتبش الارض تباعت. وهايلي بهاد السرعه؟ ايه اخويا ايوا صافي ما يبقاش فيك الحال. مول الارض يقول لنا اللي شرا عليه ونمشيو نشريوها عليه، واخا يزيد علينا شويه. المهم الارض اللي راك باغيها هي هذه، ضروري تقاتل صاحبي. فرح يوسف بهاد الهضره ورجع اتصل بالبائع وقال له الله يجازيك بخير، الارض انا باغيها وحلم ديالي هذيك، وباش نلقى بحالها خصني سنين ديال البحث. ايوا شنو ندير لك اسيدي، اللي عطاه الله عطاه، دابا راها تباعت. هي عرفت، ولكن اعطيني التليفون ديال الشاري اللي شرا من عندك والاسم ديالو وانا نتصل به ونعاود نشري منه. الا بغى يبيعها ليا مرحبا، الله ييسر لك. والصراحه بقيت فيا كوني حساب لي متعلق بها هكذا، والله ما نبيعها نخليها لك. وحتى اللي شرا راه ظريف، غير توكل على الله. راه الاسم ديالو عادل. قطع نصيفط لك رقمه. اوصل الرقم ويوسف يطيح على ركابه بقوه الصدمه. هذا خويا اللي شرا مشروع المستقبل ديالي، خويا اللي خطف مني حلم حياتي، خويا اللي غدرني وريتو شنو باغي سبقني ليه. يوسف ما قدرش يتيق، داز عليه الوقت بحال العام. تخربق كيفاش عادل اللي كان بحال خوه يقدر يخونه بهذه الطريقه. مشى مباشره عند خالد. المهم في الجزء الثاني ان شاء الله غادي نعرفوا الانتقام ديال يوسف اللي محال عادل ينساه طول حياته. واش يوسف غادي يرجع حقه ولا غادي يسمح ليه؟ تسنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، وغادي نشوفوا الاحداث كيفاش غادي تكون. وقبل ما نختم القصه بغيت نشكر مجموعه الصدق والتعاون والرئيس العملاق ديالها اتوميكس على الدعم والتوجيه اللي قدموه لي في هذه المرحله، رغم انني مازال في البدايه، لكن الثقه والتشجيع ديالهم كيعطيوني الحافز للاستمرار. ان شاء الله مع بعضنا نحققوا الافضل ونكونوا دائما في طريق النجاح. شكرا لكم من القلب، والله يوفقنا جميعا. وإلا كنتوا حابين تنضموا للمجموعه اللي كتدعم التطور في القناه وزياده الساعات بدون اي مقابل مادي، اتواصلوا معايا، الباب مفتوح للجميع ومرحبا بالجميع.